اسمه ترى الحقيقي واللي قليل يعرفه هو اسمه محمود رضا عباس ميرزا. واللي يسمع الاسم يمكن يستغرب لأنه وراه حكاية طويلة. وتدرون وش الأغرب؟ في كلام يتناقلوا الناس إن عيلته ترجع لأصول إيرانية، ويقولون بأنها من طائفة يسمونها البهائية. طبعا هالكلام فيه أخذ وعطى، في ناس تصدق وناس تكذب، لكن السالفة منتشرة من زمان. تخيلوا معي، اسم طويل وثقيل يتحول مع الوقت لاسم مختصر ولقب معروف في كل الدنيا، في كل نشرات الأخبار اللي توصل كل بيت وكل دولة وكل مكان. من طفل صغير ما حد يعرفه إلى رجل سياسي له كلمة مسموعة والكل يراقبه من أقصى العالم لأقصاه، نظرا للمشاكل اللي تعيشها الدولة الفلسطينية. القصة مو بس تغيير اسم، القصة أن ورا الاسم تاريخ وجذور وأحداث يمكن كثير ما سمع عنها، واللي بيجي راح أقول لك عليه في هذا الفيديو بيكشف لكم أشياء أغلب الناس ما تدري عنها. وخلني أتكلم لك في البداية عن قصة جدة، خلني أجيبها لك من فوق. راح تقول لي أنت راح تطول في الفيديو، أنا بعطيك القصة كاملة من جدودة إلى الوصول إليه. شوفوا يا جماعة، قبل ما نكمل في قصة أبو مازن لازم نوقف شوي ونفهم وش هي البهائية. البهائية واللي كثير منكم يسمعون عنها هي ديانة، يعني ديانة غريبة عجيبة، ينتمون للإسلام لكنهم ما هم مسلمين. البهائية فكرتها الأساسية واللي هي أخطر ما في البهائية هذه إنها تدعو لنسخ الإسلام نفسه. يجيك واحد يقول إحنا جينا برسالة جديدة بديلة عن القرآن والسنة، القرآن اللي أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سنة، والسنة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا ماشيين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأفعال اللي كان يسويها النبي عليه الصلاة والسلام إحنا بنطبقها في حياتنا. يعني بكل بساطة يحاولون يلغون الدين الحق ويبدلونه بعقيدة من صنع البشر، عقيدة تخدم أجندات وأهداف ما لها علاقة بالحق ولا بالهدى ولا بالإسلام ولا بالدين. والكلام المتداول إن محمود ميرزا عباس أو أبو مازن متأثر بهالأفكار أو مرتبط فيها، وهذا جزء من الصورة اللي لازم نفهمها علشان نعرف مشواره السياسي وفكره من الأساس. فما ودي أتكلم كثير عن الطائفة البهائية، وراح أترك لك رابط في الوصف فيه الفيديو الكامل عن الطائفة البهائية إذا حابب تسمعه. فخلنا الحين يا جماعة نرجع لأبو مازن نفسه. ترى الموضوع مو بس واحد سياسي طلع من فلسطين، لا، الرجل من أسرة بهائية حتى النخاع. أسرته أصلا كانت عايشة في إيران، لكن لما الحكومة الإيرانية بدأت تضطهد البهائيين وتطاردهم وتضيق عليهم، قرروا يرحلون ويتركون البلد. يعني من البداية العائلة كانت متمسكة بعقيدتهم لدرجة انهم يتركون اوطانهم علشانها. وهنا نجي لواحد من اهم الشخصيات في السالفة، جدة. منو جدة؟ عباس أفندي. هذا الجد ما هو اي شخص، لا، هذا الشخص عند البهائيين عباس أفندي يعتبر رمز كبير وله منزلة عالية في دينهم في الطائفة البهائية، وحتى في تاريخ البهائية يلقبونه بعبد البهاء، ويعني يعتبرونه واحد من أعظم شخصياتهم بعد المؤسس نفسه. تخيل معي، جد محمود عباس أبو مازن هو اللي كان يطوف اسمه بين أتباع البهائية كقدوة وكمعلم، وكلمته عندهم مثل القانون. يعني لما تقول أبو مازن طالع من عائلة بهائية ما تقصد بس انتماء عابر أو طلع لقي جدوده يعبدون هالشيء، لا، تقصد هني إنه من نسل قيادة، هذه العائلة قيادية في هذه الطائفة. وجد عبد البهاء ما كان بس شخص عادي في التاريخ البهائي، بل كان من الركائز اللي ثبتوا أفكارها ونشروها حول العالم. طيب والسؤال هنا، إذا جذور العائلة بهائية بهالشكل، وشلون ممكن تكون هالأفكار أثرت على تفكير أبو مازن نفسه وعلى قراراته السياسية في المستقبل؟ أنا أكلمك الحين على أبو مازن الطفل. فشوفوا يا جماعة، جد أبو مازن عباس أفندي ما كان شخص عادي، هذا الرجل كان من أخص تلاميذ
ومريدين الميرزا علي محمد الشيرازي اللي لقبوه بهاء الله، مؤسس البابية والبهائية. والشيرازي هذا عاش في عام 1819 إلى عام 1850، وكان شخصية مثيرة للجدل لدرجة أنه بعد ما انتشر مذهبه وادعى حلول الإلهية في جسده، يعني ادعى أن إله، وقال أن في إلهية أنا في جسدي، يعني الناس أن الله سبحانه وتعالى يقول للناس موجود فيني أنا ماديا. طبعا هالكلام لحاله كان كافي يثير غضب الناس والسلطات، وفي النهاية صدر عليه حكم بالإعدام ونفذ الحكم في عام 1266 هجرية. لكن هنا يجي دور الجد عباس أفندي لما الأوضاع صارت خطيرة. وش سوى؟ أول شيء سواه فر خارج إيران، لكن ما هرب لوحده، لا، الحكومة البريطانية نفسها ساعدته. تخيلوا الدعم، مو بس يطلعونه من البلد حتى يسهلون له طريقه ويسفرونه برا وكأنه شخصية مهمة عندهم. ومن بعدها بدأ يتنقل، زار سويسرا وحضر هناك مؤتمرات للصهاينة، ومن ضمنها مؤتمر بال. وين هذا المؤتمر؟ كان في سويسرا في سنة كم؟ في سنة 1911، وهذا اللي كان نقطة تجمع قيادات الحركة الصهيونية في هذا المؤتمر. وهناك التقى بشخصيات نافذة في فلسطين، وكل هالخطوات ما كانت عادية، كانت خطوات محسوبة علشان يمهد الطريق لانتقال البهائية إلى أرض جديدة. وفي النهاية استقر في مدينة حيفا، وجاء ومعه العقيدة البهائية كاملة وحطها في قلب أرض مقدسة وطاهرة، أرض فلسطين. وبكذا صار هو الشخص اللي تحمل وزر إدخال هذه العقيدة الفاسدة إلى هذه البلاد ونشرها بين الناس هناك. يعني باختصار، جد أبو مازن ما كان مجرد تابع، بل كان واحد من أكبر المروجين للبهائية، وشريك أساسي في نقلها من إيران لفلسطين بمساعدة بريطانيا والدول الغربية، حتى بمساعدة روسيا. وبالفعل أدخل الديانة البهائية إلى فلسطين علشان يتحمل وزر إدخال تلك العقيدة الفاسدة إلى البلاد الطاهرة. يا جماعة، من يوم ما وصل عباس أفندي اللي يسمونه عبد البهاء إلى فلسطين ما جلس ساكت، لا، الرجال بدأ يشتغل بكل قوته على نشر البهائية بين الناس، وفي نفس الوقت كان يشتغل على خط ثاني أخطر بكثير من الخط الأول. كان يحاول يستقطب عملاء للإنجليز وسط العرب، يعني يكون شبكة ناس خونة ولائهم مو لأوطانهم، الولاء مو للوطن لفلسطين، بل ولائهم للمستعمر. ومو بس كذا، بدأ يكون طابور خامس، ناس يشتغلون من الداخل علشان يسهلون الطريق للعصابات الصهيونية ويدعمهم ضد أهل البلد. وتخيلوا لما وقعت القدس ودخل الجنرال الإنجليزي الشهير اللينبي إلى فلسطين المحتلة، عبد البهاء اللي هو جدك يا أبو مازن استقبل اللينبي بعد ما هزم القوات العثمانية ودخلوا القدس، استقبلوا كأنه فاتح محرر، مو داخل يغتصب البلد وتقع البلد تحت احتلال إنجليزي، لا، ترحيب كبير وكلمات حارة، وكأن الإنجليز جايين لفلسطين ينشرون الخير، وفي الحقيقة جايين يحتلون الأرض والعرض. ومكافأة له، إنجلترا عطته مكافأة لخدماته. بريطانيا ما قصرت معه، منحوه لقب سير وأعطوه أوسمة رفيعة وألقاب تكريمية. هذا كله منه جدك يا أبو مازن، جد الرئيس الفلسطيني. يعني باختصار، الرجال صار عندهم شخصية مفضلة لأنه يخدم مصالحهم على الأرض. وفي النهاية مات في مدينة حيفا، وهناك في حيفا تحت رعاية وحماية الكيان الصهيوني نفسه يقع معبد البهائيين الكبير، المكان اللي يعتبرونه أقدس مواقعهم بعد قبر مؤسسهم. هنا تكون القصة واضحة، الجد عبد البهاء ما كان مجرد داعية لعقيدة منحرفة، بل كان حليف استراتيجي للاستعمار والصهيونية. وبفضله صار البهائية موطئ قدم قوي مو سهل في فلسطين.
فبعد ما عرفنا جذور عائلة أبو مازن وقصة جده عبد البهاء، نجي الحين للجيل اللي بعده، عائلة محمود رضا ميرزا عباس. استقرت في مدينة صفد، وهناك ولد أبو مازن بتاريخ 26 مارس في عام 1935. صفد في ذاك الوقت كانت مدينة هادية لكن مليانة توتر سياسي تحت السطح، وأبو مازن عاش أول سنين عمره فيها وسط عائلة تحمل إرث ديني وفكري مختلف عن أغلب الناس اللي في المدينة حواليهم. لكن الأحداث الكبيرة ما انتظرته كثير. عام 1948 يوم صارت نكبة فلسطين تغير كل شيء. العائلة اضطرت تترك صفد وتهاجر مثل آلاف العائلات الفلسطينية اللي فقدت بيوتها وأراضيها بالليلة وضحاها. وجهتهم كانت وين؟ راحوا على دمشق. أنا اليوم كلمتك عن جدة وعن بعض أمور الطائفة البهائية. أنا تكلمت في هذا في فيديو مطول على قناتي الثانية وراح أترك لك الرابط في الوصف، فإذا أنت حابب تعرف القصة من أولها لآخرها رابط الفيديو كامل في الوصف. أتمنى تكون أفدتكم وأعطيتكم معلومة وعرفتكم قصة هذا الرجل وقصة جدوده وقصة تاريخه ومعتقداتهم وكيف دخلوا فلسطين وإيش سووا في إيران وكيف كانت علاقتهم بالمحتل البريطاني. فإذا حابب تشوف الفيديو كامل راح أترك لك في التعليقات أول تعليق أو أترك لك في صندوق الوصف. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.